بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا فوز كبير للمنتخب المغربي الأولمبي لأقل من 23 سنة، اللي فاز في المقابلة الثانية ضمن بطولة كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة. في المقابلة الثانية ضمن المجموعة الأولى، التي تجرى بمركب أو بجمع أمير الملاعب عبد الله بن رباط، كانت هذه المرة أمام منتخب غانا اللي سبق وفاز خلال الجولة الأولى، أو خلال المقابلة الأولى فاز على الكونغو بثلاث أهداف لهدفين، والمغرب كان فاز على غينيا بهدفين لواحد خلال المقابلة الأولى ديالو أيضا. إذا كانت هذه المقابلة هذه يعني كتخص الفائزين في المباراة الأولى، والفائز منهم يضمن مباشرة التواجد ضمن المربع يعني الذهبي، دون يعني احتساب او دون انتظار الجوله الاخيره اللي غاد تجمع المنتخب المغربي مع منتخب الكونغو. المقابله الثانيه المقابله الثالثه لغانا يعني تعتبر حاسمه، لانها غتلعب امام غينيا اللي عندهم كلهم فائزين، يعني فوز واحد لغانا وفوز واحد لغينيا، لان غينيا فازت على الكونغو، بالتالي الكونغو تقصات بشكل نهائي. المنتخب المغربي حقق الأهم خلال هذه المقابلة، وهو الفوز الثاني وبحصة عريضة 5 أهداف لواحد. يعني المنتخب المغربي ظهر بشكل مغاير مقارنة مع المقابلة الأولى. دخل بالتشكيلة اللي دخل بها خلال الجولة الثانية ديال المقابلة الأولى، وفرض السيطرة ديالو على المقابلة، يعني غلق جميع المنافذ، وكان خط الهجوم ديال المنتخب المغربي هجوم خط يعني حاسم، وصراحة سريع وفعال في ظل تواجد الزلزولي الخنوس هادو والصباري. اذا دون ان ننسى الصباري اللي صراحة فريق اللي يعني تواجده بالمنتخب المغربي تواجد يعني ضروري ومهم، وكنظن خلال هذه المقابله بين على القدرات اللي كي يتوفر عليه هذا اللاعب هذا اللي دق ابواب المنتخب الوطني الاول في ظل تواجد المدرب التقني للفريق الاول السيد وليد الركراكي. اذا المنتخب المغربي في نصف نهائي كاس افريقيا لاقل من 23 سنه، كتفصلوا على التاهل الى اولمبياد باريس، انه يفوز في النصف النهائي، وحتى الى خسر نصف النهائي غيلعب مباراه ترتيب، لان الثلاث الاوائل تيمشيو مباشره الى نهايه اولمبياد باريس 2024. كنتظروا النتائج ديال يعني المجموعه الاخرى اللي كتضم مصر ومالي. غدا المقابله مهمه بالنسبه لمصر، لانه تعادل خلال المقابله الاولى غيلعب امام مالي. لا خيار له الا الفوز باش يحاول يعني يكبر الحظوظ ديالو باش يتواجد في المربع الذهبي. بطبيعه الحال المنتخب المصري كيهمنا، لانه المنتخب العربي الثاني اللي كيتواجد خلال هذه النهائيات، الى جانب المنتخب المغربي البلد المنظم. شفنا في هذه المقابله يعني ثنائيات، شفنا انسجام بين بعض اللاعبين، نقدروا نقولوا الخنوس مع الزلزولي، اللاعب الصباري مع اللاعب البرقاوي، رقم 13 اللي سجل هدفين، وصباري سجل هدف، والزلزولي هدف، وايضا هدف تسجل خلال الجوله الاولى من اللاعب رقم 25 او لا من رقم 14، ما بقيتش عاقل شكون. مقابله تمتعنا بها، كانت مقابله جيده، مقابله اجمل مقابلات هذه البطوله. المغرب حقق الاهم، كان نقول له هنيئا مبروك لهذا الانتصار، في انتظار تاكيد تفوق النخبه الوطنيه في خلال المقابله الثالثه امام منتخب الكونغو. نتمنى ايضا التوفيق للمنتخب المصري، المقابله ديالو امام مالي اللي مهمه ومهمه جدا. تنقولوا بالنسبه لهذه المقابله لاحظنا على ان خط الهجوم ما كنظنش عندنا مشكل فيه. المشكل لاحظتوا ان كيتواجد في خط الدفاع، ابتداء من الحارس مازال ما واخدش الثقه ديالو، تيرتكب بعض الاخطاء اللي ربما تكلفنا شي ثمن غالي في شي مقابله حاسمه ومهمه. ايضا الدفاع عندنا شويه ما كاينش هناك تفاهم او ترابط بين الخطوط او خط الدفاع بالضبط. خط الوسط كان يعني
عندنا اللاعب السيباري وايضا اللاعب بوشواري. هادو لعبه بجوج وعلى وسط الميدان قاموا بالدور ديالهم، بالاضافه الى الخنوس اللي كيلعب دور الوسط وكذلك دور الربط بين الوسط والهجوم. بالنسبه للوسط والهجوم ما عندناش مشكل، ولكن الدفاع خصنا نخمموا يعني نحاولوا نصلحوا بعض الاخطاء اللي كيمكننا اللي كتوقع في خلال في خط الدفاع المنتخب المغربي. على العموم هنيئا ثم هنيئا للمنتخب المغربي الى التأهل ديالو الى دور نصف النهائي. في انتظار مباريات اخرى ومناسبات اخرى، كنقول لكم شكرا على الانتباه والى اللقاء في مناسبة قادمة بحول الله.